انظر إلى من يغفل عن عبادة الله وذكره تتسلط عليه الشياطين. كم من أناس بقوا على أكل القات وربما جاءتهم الحالات النفسية. لماذا؟ ترك الصلاة، غفل عن طاعة الله، غفل عن ذكر الله، بقي هائما في الدنيا غافلا عن عبادة الله. لا طهارة على الوجه المطلوب ولا نظافة على الوجه المقصود، بل سار متبعا لهواه، يدور مع هواه حيث دار ويمشيه هواه حيث أراد. لا يعبد الله على بصيرة ولا يخاف من عقوبة الله بارتكابه للمخالفات. وكم من أناس سارت سماع الأغاني عنده في السفر، في الحضر، في المحل، عبر الجوال، عبر سماعات الأذن، وأصبح يريد أن يحمى من الشياطين وأن يحمى من العفاريت وأن تصرف عنه العين. يا عباد الله، هذه أعمال تجعل الشياطين تتسلط عليك بدون فعل فاعل. فكيف إذا فعل أحد لك سحر ستتسلط عليك أعظم وتتقوى عليك أكبر. فاحرص عبد الله أن تقي نفسك من غضب الله. تابعونا على قناة شيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى على اليوتيوب.